ونقول مساكم الله بالخير وحياكم الله في أولى حلقات برنامج حكاوي رمضان مع GWM. مثل ما قلنا لكم في المقدمة أو في فيديو المقدمة، سولفنا عن هذا البرنامج بشكل مبسط. راح نسولف مع أشخاص لهم علاقة في مجال السيارات ومحبين لهذا المجال، ويمكن ما أقدر أقول بس محبين، عشاق لهذا المجال. عشان نبلش الحلقة الأولى احنا مرتاحين، لازم تجيب واحد من ربعك اللي تبون عليهم ويبونون عليك وتستانس بسوالفهم. ضيفنا اليوم أحمد الأيوب، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يا هلا فيك، سلمك. كيف صحتك؟ بخير الله يسلمك، الحمد لله. خل أدش وياك بالموضوع على طول. رمضان هالسنة نعم شوية غير، احنا متعودين رمضان عقب الفطور هالمرة براد. أول شيء هالمرة براد، بس ثانيا أنت متعود تريح عقب الفطور. صحيح. وعرفت هذه التخمة اللي تعوشك عقب الفطور؟ صحيح. احنا متعودين على هالوضع. صح. هالسنة لأن الموسم بعد ما خلص مثل ما قلت أنت براد، احنا صحيح. جونا ما يرحم. صحيح. فمن شهر 4 و5 وصاعد ما نقدر ندخل حلبة. صح. فبما أن احنا شهر 3 هالسنة برمضان، نعم، راح نبلش ندخل الحلبة إن شاء الله، وراح نسوق بعد الفطور. نعم. عطني استعداداتك حق الوضع. والله شوف، أول شيء أحب أشكر شركة علي الغانم على استضافتها لنا اليوم، وGWM على استضافتها وما قصرتوا. وبالنسبة حق الحلبة وحق موسم رمضان، السنة اللي فاتت حاشنا رمضان على آخر شيء وكان شوي الجو حار. صحيح. فجربنا رمضان. الحلو في الموضوع أنه كان أذكر ذاك اليوم واحد يانا ومعاه جدر كاكاو. تحتاج الطاقة حق الحلبة. يعني. فسبحان الله برمضان الكل تلقاه جايب معه الحلو ماله، والكل جايب معه شغله. فأجواء جدا جميلة، خاصة أن أنت إذا كان الجو حار الصبح، فبرمضان يصير بالليل متأخر. صحيح. يبرد الجو أكثر وأكثر. وقت دخول الحلبة راح يكون تقريبا من يعني وقت دخول الحلبة يكون من 10 للساعة 1. ممتاز. أوكي. يعني بعز البراد. حلو. فما يحوشنا الحر اللي يحوشنا في الأوقات العادية اللي من الساعة 6 للساعة 9. حلو. ما ينشف ريجك يعني. لا كلش. وين ينشف ريجك كاكاو وماي. ما شاء الله الشباب ما يقصرون يعني. صحيح. أيوة. زين أحمد، يعني أنا يمكن قلت أبي أدش على موضوع رمضان وموسم رمضان قبل لا أدش على أحمد الأيوب وطارق. تفضل. أبو طارق، أنت من الناس اللي وايد تحب الحلبة أكثر من حب، أكثر من عشق، وهو شغف. نعم. تعلق في الحلبة، يعني حتى لو ما عندك سيارة ذاك اليوم، حتى لو سيارتك مو جاهزة، بس أشوفك موجود دائما مع ربعك. منو محتاج شيء نفس ما أنا كنت موجود ذاك اليوم، أنت تيني شنو محتاج، هاك الريس بوكس اللي يحسب لك الوقت وغيره من هالأمور. سولف لي عن هالشغف، شو اللي يخليك تدق سلف من البيت وتروح الحلبة وأنت ما عندك شيء؟ أول شيء بالنسبة الحلبة والسيركت بحد ذاتها، يعني لأن الحلبة فيها أكثر من قسم. فيها دراج، فيها درفت، وفيها سيركت. صحيح. فالسيركت بالذات المكان اللي أنا لقيت نفسي فيه. نحن صغار كنا نحب سوالف السيارات ونحب شلون احنا نقدر ندش لفات سريعة وكذي. الحلبة السيركت هو المكان اللي لقى واحد نفسه فيه، يقدر يؤدي فيه، يقدر يطلع طاقته فيه، ويوصل لمرحلة يتفنن فيه. حلو. عرفت شلون؟ أرجع لك على هذه. نعم. وهذا الشيء عالميا شيء وايد صعب. لما تشوف متسابقين عالميين وأنت عندك بديرتك هني توصل مرحلة تقدر تسوي نفسهم، هذا إنجاز جدا عظيم. صحيح. مو شيء سهل. وغير يغير فكرة الناس عن هذه الرياضة. في ناس عبالهم احنا نروح نقحص. اي بهل شو تسوون بالحلبة، تقحصون؟ لا ولا لا، الموضوع مو كذي، الموضوع أكثر مما هو يتخيل. في وايد ناس كان عبالهم هالشيء هذا يكون شيء جدا بسيط، لما يجربون يشوفون ان هذا شيء لا ابعاد ما لها نهايه. ودراسه وفيزياء وايروديناميك شيء خيالي يعني. زين، انا اتمنى الكل يجرب، ولاني اتمنى الكل يجرب عشان شيء تلقاني انا موجود بالحلبه. والله ان انا احب اساعد الناس اللي ابيهم يجون دائما يكونوا موجودين. صحيح. انا هذا الشيء انا شاهدته. انا اتمنى هالشيء في هالموسم هذا. اول ما بلشنا شهر 10 جت الحلبه ما كان عندي سياره جاهزه، فشفت سيارات يدد وايد استانست. صحيح. ويو جديده والله، وادق على واحد سيارات يدد، ناس يدد. معناته ان في ناس اكثر، في منافسه اكثر. صحيح. في ناس راح تحب هذا المجال اكثر واكثر.
هذه الثقافه اصلا مو شيء سهل. المجتمع مال السيايير قاعد يكبر. يعني احنا عندنا ثقافه الكويت هي عباره عن دراج وفي درفت. صحيح. مو بس الدراج اكثر طبعا. بس احنا بالنوع رياضتنا هذا ما في ناس وايد تعرفه. زين، وكل الناس تخاف من تكلفته. صحيح. مع انه تقدر تدش هالمجال بتكلفه اقل. حلو، التكلفه راح اجيك عليها بعد شوي. بس كلامك يرني حق شغله وايد حلوه. نعم. وهو اللون البرتقالي اللي قاعدين نشوفه بالحلبه. اي. اللي هو فريق شيكين. نعم. للسباقات او شيكين ريسنج تيم. نعم. انا ما كنت اعرفه، فجاه كذي سمعت بشيكين ريسنج تيم ولا 6 7 لابسين تيشيرتات شيكين. نعم. واحد منهم صاحب الفريق احمد ليوب. تعال نعم. يبا طارق. نعم. معك فلان، تعرفنا على بعض. نعم. ابي هذه الفكره شلون طلعت وياك؟ انا اقول لك شيء. اول شيء انا مو صاحب الفريق، انا مؤسس الفريق. انا مدير انظم فقط. حلو. ولا احنا والشباب كلنا اصحاب الفريق. حلو، ممتاز. عرفت شلون؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، احنا ليش اسسنا هالموضوع هذا؟ هدفنا كان شنو؟ اذكر كان في جيرل فريند كان داشين باماتنا. صحيح. في سنه 2019 او 18. حلو. جيرل فريند بالكويت معناته. بالكويت اي. اوكي. فشفنا الكل حاط له جروب، اكثر من جروب اكو. اوكي. زين، واحنا فينا الطاقه اللي نبي هذا المجال. حلو. نبي نسوي جروب وندش منافسات وكذي. فقررنا يصير عندنا هالاسم هذا. حلو. وبلشنا براندنج وحركات كذي. هو تاسس بجروب ربع واتساب، كلنا نحب نفس الهوايه. اوكي. وتاسس الموضوع. فلما اسسنا، مثل ما قلت لك انا وايد احب هالمجال، فصرت ادرس هالمجال اكثر واكثر. شلون تدرسه؟ تدرسه اونلاين، تقرا فورمز، تشوف يوتيوب، تدش تدفع فلوس، تدش دورات اونلاين. اوكي. زين، عشان دورات على اساس شنو قاعد تطور من هالدوره؟ يعني انا لما انت تاخذ هالدورات شنو قاعد تطور؟ شنو الجزئيه اللي قاعد تطور نفسك فيها؟ السياره فيها سسبنشن. حلو. معاونات. عشان انت تضبط امورك حق الحلبه، في انواع معينه من السسبنشن اسمها 3 واي. اوكي. زين، نتعدلها بثلاث. اي، كل واحد من الاربعه في 3 تعديلات. حلو. فانت عندك 12 متغير بس بالسسبنشن. حلو. بس بالكويل اوفرز. زائد متغيرات مال سويبار امامي خلفي. فانت لازم تعدل، تسوي المعادله هذه كلها عشان تخلي السياره سيده تمشي بالشارع بدون ما تزلق. اصعب معدلات رياضيات في حياتك طبعا تواجهها. يعني احمد قاعد يقول يمكن اكو ناس اللي ما لهم وايد بالحلبه راح يقولون احمد ليش قاعد يقول هذه اصعب معادله؟ لان اي تغيير بسيط، كليك واحد من اصل 100 كليك، من اصل 100 راح يغير لك سياقتك كلها في الحلبه، وممكن يخرب عليك وايد اشياء او يعدل عليك وايد اشياء. ابو طارق وانت قاعد تسولف من الشغف قاعد اشوف عيونك تفرق. اي لازم. لان الواحد يتعب عشان يوصل للمرحله هذه. انا دائما اكرر هالجمله وايد اعيدها. شنو؟ القياده داخل الحلبه والمتعه اللي تحصل عليها داخل الحلبه مع رفعه الادرينالين والتركيز وغيره، واذا طبعا كسرت رقم هذا اهم شيء ثاني، لها حلاوه خاصه ما راح تحس فيها الا اذا انت سواء ركبت كراكب تبي او كسايق. بس حاولت اكتبها، حاولت اصيغها، ما طلعت وياي. ابيك انت تساعدني. شنو هالشيء السبيشل اللي الناس ما تحس فيه بس احنا قاعدين نحس؟ انا اقول لك، شوف، اول شيء كباسنجر انت مو قاعد تحس بنفس الشعور السايق. اكيد 100%. انت تحس بخوف وجي فورس. صحيح. والشعور حلو اذا كنت انت اول مره تدش الحلبه، شعور وايد حلو. بعدين شوي تعود. لكن خليني اسولف لك عن شعور السايق. هو بالضبط روعه الانتصار. السلام عليك. بالضبط. يا سلام عليك. مو بس رياضتنا، انت ممكن تنتصر باي مجال، بس بمجالنا لما انت تكسر رقم او تفوز، زين، لانه مو سهل. صحيح. صدقني مو سهل. صحيح. لما توصل اوكي انت سهل تجيب رقم سريع بالبدايه، بس بعدين مو الجزء الثاني، ال 100 ملي سكند، زين، هو اللي يفرق معاك. راح تحس بهالروعه، يمكن تصرخ داخل السياره. لأنه مو سهل أبدا، مو سهل. أنت معرض حياتك للخطر يعني عشان تجيب هالرقم هذا. حلو. وصلنا حق معرض حياتك حق الخطر. بس مو قصدي أنا أحشهم. تعال أنت تدري أنا وين رايح. لا بس. بطارق تفضل. الله سلمك، الحمد لله. أنت سويت حادث قبل فترة بالسيارة. زين. تروح وترد على السالفة. لازم. شنو شعورك لما
لما صار الحادث حزتها إيه. وابي شعورك يعني لان انا سمعت طراطيش حكي إيه. شنو قلت انت اول ما دخلت او اول ما طلعت فشنو شعورك وقت الحادث دائما احنا حزتها لو مهما حتى لو ساعات يكون الحادث بسيط لو انت واقف بالاشاره اللي وراك يطق تحس فيها رهبه شوي تخرع شنو حسيت فيه وانت طبعا على سرعه على سرعه شوف هو كنت انا مو حافظ ارقامهم لان احنا مسمينهم التسميات اوكي زين كانت اللفه شوي حاده واحده من اللفات الحاده كان قدامي اخونا وحبيبنا وصديقنا احمد شهاب ايه وسال كان بالبورشه هو بتلحقه؟ ايه لا كنت اسرع منه في لفات معينه بس هو ما شاء الله اوفرول اسرع مني حلو فكنت تعرف ماخذ الموضوع وايد شخصي منافسه زين وقت المشكله وقت ما تيجي تنافس المخ يغيب تسوي صحيح. شغلات انت مو ببالك صحيح ف واحنا نسوق بدون تراكشن صفر هوست على الدوسه شويه اعطيته خفيفه شي على الخاطر وافترت فيه السياره ودخلت بالبارير اللي هو حاجز الحلبة اي حاجز الحلبه طبعا لما دخلت داخل الحمد لله رب العالمين من قوانين الحلبه في بعض الحلبات العالميه ما يفرضون عليك لكن حلبتنا يفرضون عليك لبس الخوذه ومو اي خوذه في حلبات ممنوع عادي المانيا عادي صحيح يعني تدش عادي بس بحلبات حلبتنا احنا لازم تلبس خوذه صحيح خوذه معتمده طبعا معتمده من الاف اي اي فلما وقت الحادث راسي طق بشاص السياره داخل طبعا شاصي سيارتي مفسخه فما فيها طبعا هو قاعد يقول طق راسه بالشاصي من داخل لان سيارته ما فيها ولا شيء اي بالضبط من داخل فاضيه اي فحاستني الرجه الخفيفه هذه اول شيء قعدت داخل السياره قلت له انا الحمد لله ما فيني شيء بعدين نزلت اطالع سيارتي حلو اول شيء يسوي اي اشوف شنو ايش كذا بصلح سيارتي وايد كنت تعبان عليها صحيح فعقبها عاد مشيت انطرت السياره توصل سياره السيفتي كار ودخلت السيفتي كار ما اذكر ولا شيء يغمى علي لين من المستشفى حلو بس عقبها عاد المستشفى بلشت الرجه الحمد لله الامور طيبه الحمد لله بعدها يعني عاده احنا على قولتهم اللي ينقرص من الحياه يخاف من الحبل عيب هذا اللي انا بوصله عيب قل لي عيب يعني شلون يخليك يعني شو اللي يخليك انه اوكي ما يخالف خلصنا من هذه اب تو ذا نكست تعال لي مستحيل هذا ادمان حب سباق السيارات ادمان انت مستحيل تهده فنرجع على النقطه الاولى اللي هي شغف وحب احنا تزلق فينا السيارات على سرعه 170 و 180 ما نقول ما نخاف نزلقت لا نقول حسافه اختربت اللف من صدق يعني صحيح لان في سيفتي افهم هالشعور لان ترى في سيفتي يعني حتى الحادث اللي سويته انا لو كان مكان غير مخصص كان ممكن عواقبه وايد اكبر من كذي اكيد 100% بس احنا الحمد لله مكاننا تصميم حلبتنا نوع الجار طريقه اللي نوع الجار اللي يوصلك ليم البارير انت عندك حصم عندك زرع السوالف هذا كله يبطئ هذا كله يبطئك لين توصل فانت على ما توصل تكون وايد خافه الحوادث ممكن تصير بس تاثيرها وايد اقل من تكون بالشارع اكيد 100% فاحنا كذي مثل ما تقول 90% راح الخوف نحن ندري شنو ممكن يصير صحيح فهمت قصدي؟ حلو فهذا هو زين ابو طارق عاده يعني انا مثلا اذا عندي تصوير ما احب وايد اسولف واحب انعزل فهذه واحده من الطقوس اللي انا اسويها اذا بسوق سياره بالحلبه احتاج ان ريلاكس شويه قبل لا ادخل هل شلون بالبدايه بعدين عادي تسوق وانت تسولف شكرا انا خربت علي السؤال كله بالبدايه حبيبي بعدين انت تسوق وتتسولف وطلع ويا يمك خايف تضحك فهل نقول ان احمد ما صار عنده ماكو طقوس قبل لا عادي زين هذا قبل لا تدخل اوبن تراك ترى مو بس انا كل اللي عندهم مثلا اكسبيرينس الموضوع هذا حلو بس انت بس تحتاج اول 3-4 مرات بعدين تعديها خلاص هل هذا من او خلينا نقول هذا الوضع يحوشك قبل لا تدش الاوبن تراك ولا قبل لا تدش سباق ولا الاثنين نفس الشيء قصدك وضع شنو بالضبط اللي هو عادي خلاص صار الوضع طبيعي لا هذا الاوبن تراك عادي السباق يحوشك شوف يحوشك السباق طبعا نتكلم عن سباقين سباق ال 2K اللي هو 2000 سي سيارات هو سباق صجي معترف من الفايه وعندك سباق تايم اتاك اللي احنا عندنا اخر وقت يسمونه شوت اوت ايوه هذا يكون وانت واقف
وانت واقف عند الاشاره قبل يفتحون لك اياها، دقات قلبك وانت واقف توصل 140 150. اي انا هذا للحين يحوشني، للحين ويحوش الكل معي، الكل خايف يعني هذا. هل عندك طقوس معينه تسويها قبل لا تدش ولا؟ والله في ناس يرفعون لياقتهم عشان يعود نفسه على الهارت ريت. في ناس لانه ياثر على التركيز. في ناس يفكرون بشيء ثاني، وهذا على فكره مو بس عندنا، لا حتى عالميا اكبر متسابقين بالعالم، صحيح. حتى سواق الفورمولا 1 هاملتون ولا غيره ولا صحيح. ماكس هم يصير فيهم شيء. صحيح. هذا الخوف موجود، مو الخوف، شعور الاختبار. عندك امتحان الحين مو دارس. اي لا، وكله تخاف تسوي شيء غلط. صحيح. ممكن لو انت مرتاح راح تأدي افضل. اكيد 100%. بس فانت شلون تسيطر على هذا؟ شلون تسيطر؟ هذا اصلا في ناس تتدرب على الموضوع هذا. صحيح. بس هل انت تسوي شيء معين ولا؟ انا بالنسبه لي انا احاول افكر بشيء ثاني. اوكي. افكر طالع اشاره، اسولف مع مارشل. اوكي. يقول ها وينك اليوم؟ شو صار لك؟ عاد مسكين يعطيني وجه يكلمني بعد. يدري هو مسكين واقف بروحه بعد يسولف وياه. يبي يسولف معه. انزين ابو طارق، احنا دائما عندنا يعني اكثر من واحد او اكثر من شخصيه موجودين بالحلبه، فتلاقي اكو واحد يمكن ابوه يحب الحلبات ويحب السباقات، فمن صغر معوده مدخله مدارس كذا. واحد كان يشوف ربعه، واحد مثل حالتي انا وايد قريت، وايد شفت فيديوهات، وايد كنت دائما بتكست يعني اقرا واطالع، ولعبت سيميليتر بالبيت. فانت من وين بلشت وياك تطوير نفسك في هذه الرياضه؟ تعلمنا بالهاردوير، دخلنا في ناس وايد دشوا على قولتك سيميليتر، ناس دخلوا مدارس، بس احنا ما تأسسنا على هذه الرياضه. من كثر ما احنا نحبها دخلنا وتعلمنا بدون ما يكون في سابق خبره بالموضوع هذا. حلو. من متى؟ من اي سنه بالضبط؟ تقريبا انا دخلت 2017. 2017 كنت اتابع بس أوكي. دخلت 2017. بلشت فيها وخلاص فول ثروتل. والله لما دخلت اقول لك شو اقول لك، تعرف الطفل لما يكون باكر عيد ما ينام بالليل من وناسه؟ اوكي. لما يكون عندي اوبن تراك شيء يصير فيه. صحيح. ما انام. ترى انا لليوم اذا عندي اوبن تراك من قبلها بيوم اجهز الخوذه وعزكم الله اللبس المهم والامور هذه، واخلي المفتاح مكان معين، اغير مفتاح يعني مفتاح السياره ما يكون بنفس المكان اللي كل يوم. هذا حاشني قبل. انا للحين اصبر شويه راح تشوف انت تعود توك ماخذ البي ار زي. صحيح. زين عط نفسك فتشه شويه كذي، عقبها لا السياره صافطه واغاضك داخلها معفسه. بس تسوق للحلبه هناك وترن وترجع وبسان سعيد. الحين احنا قاعدين نتكلم وطبعا انا هذا السؤال يمكن نون ستوب يوصلني. زين. موضوع ان انت كله تقول رياضه 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 رياضه، شنو الرياضه وانت قاعد بكرسيك وقاعد تسوق وكذا؟ الحين رقم واحد، هل هي رياضه ولا لا؟ رقم اثنين، هي اصلا عالميا تعتبر واحدة من اكثر الرياضات كلفة. خل نقول السؤال فيه شقين. اول شيء باختصار شديد، هي رياضة ولا لا؟ هي طبعا رياضة. انا مرة دخلت سباق مدتها 15 دقيقة، من كثر ما تعبت حاشني هبوط داخل السباق، داخل السيارة. شو مو رياضة؟ انت لما تركض 15 دقيقة ما يحوشك هبوط. صحيح. بس داخل السيارة انت بتركيز مدة 15 مركز. صحيح. وما تقدر التركيز هذا ما تقدر تشيل يعني وشعار ما تقدر ترتاح، زائد ان تحرك ايدك وتحرك ريلك وتقاوم الجي فورس بجسمك. صحيح. انت لما تلف هذه اصعب شيء. اي مقاومة الجي فورس. فتخيل انت مدة 15 20 دقيقة ما ترتاح، وفي سباقات 12 اور يقعدون ساعتين. صحيح. زين اقول لك حاشني هبوط، يعني مو شيء سهل ابدا. زين نروح على ان هذه الرياضة مكلفة. شوف انا شوي اختلف الموضوع هذا. حلو. اي رياضه اي شيء انت تسوي تبي تتخصص فيه راح يصير مكلف. حلو. اي شيء. خوش نقطه. مثلا انت ريال تحب تركب قاري دراجه هوائيه، تمام؟ في قاري تحصله عندنا بشرق ب 20 دينار 25 دينار. في قاري مال سباقات 900 دينار 4000 دينار 4000 دينار. يا ساتر، انا وصلت ل 1000. في تبي موجود، تبي تتخصص تدفع غالي. صحيح. زين هذا يعتمد على انت شنو انت بتوصل له. قررت مثلا هوايتك تعزف، في آلات 50 دينار، في آلات بآلاف. صحيح. فانت باي هوايه، لان التخصص هو نيش ماركت،
زين عدد قليل من الناس اللي تشتري، صحيح. فطبيعي يكون السعر وايد اعلى. اكيد. عرفت شلون؟ فنسبة حق اسعار السيارات اوكي التخصص يعتبر ارتفاع سعر مقبول مقارنة بباقي اسعار باقي الهوايات. يعني اول مرة اشوفها من هالزاوية. قاري ب50 دينار صار ب4000، كم ضعف زاد؟ صحيح. سيارة ب10000 صارت 25 زاد ضعف ونص، هذاك زاد 40 ضعف. الحين شنو الصح؟ صحيح. انت قاعد تسوق سيارة فطبيعي راح تدفع اغلى. صحيح. عرفت شلون؟ فهي كرقم غالي بس كنسبة مو غالي. صح والله اول مرة اشوفها من هالزاوية. برافو. بالنسبة حق تبي تخصص زيادة، مثلا انت الحين سيارتك تشتريها من الوكالة، سيارة تخصص مدروسة ومسوينها عشان تمشي بالشارع. صحيح. زين شلون تبي اداء شارع يصير بالحلبة؟ لازم تركب قطعة خاصة حق الحلبة اللي هو قطع التعديل. مثلا البريكات الشارع، يعني اذا انت تبي تصير وايد بروفيشنال بريك الشارع ما خطر عليك يصير. صحيح. لانه ما حيتحمل معك، لازم تحط شيء يتحمل. كذلك التواير. يعني نتكلم عن تخصص. بالضبط. فهمت قصدي؟ فاي شيء تخصص بتدفع عليه. حلو ممتاز. نروح حق دور الرعاة ابو طارق. دور الرعاة في يعني نوعا ما بالكويت هذا الموضوع ما بيقول وايد جديد، هو مو وايد جديد ولكن اتس ا جروينج ماركت، قاعد يكبر السوق. نعم. حبه حبه. فدور الرعاة وينه؟ هل قاعدين تشوفونهم؟ احنا بالنسبه لنا تمام كفريق شيكين لله الحمد، الحمد لله رب العالمين، قدرنا نحوز على ثقه شركات وايد من ضمنها علي الغانم طبعا. صحيح. زين فلما لما حزنا على ثقتهم، شافوا التواجد في الحلبة دائما، شافوا التغطية الإعلامية موجودة، فلله الحمد هم قاعد يستفيدون واحنا نستفيد. احنا نستفيد شلون؟ نغطي تكلفة دخول الحلبة. صحيح. كونها مثل ما قلنا التكلفة ممكن تكون حتى لو تغطي جزء منها. بالضبط. هي ما تغطيها كاملة، اكيد تغطي جزء. عرفت شلون؟ حتى لو 20%. حلو. بس تغطي على الأقل. هي فتغطي 20% تقريبا من التكلفة. زين في المقابل انهم يستفيدون اعلاميا. صحيح. في يكونون متواجدين في تسويق منتجاتهم وتسويق وغيره. تسويق منتجاتهم. حلو. سولفنا وايد تفاصيل وايد ديتيلز. بلعب وياك لعبه كذي بسيطه. خذ راحتك. ابي اقول لك كلمه، ابيك تقول لي شنو اول شيء يطري ببالك. تفضل. حلو. الله يستر. قر عادي. زين. شنو اول شيء يطري ببالك؟ قر عادي. تبي الصراحه؟ سيارتك. حلو ممتاز. هذا طرى ببالي. حلبه. كويت موتور تاون. اكله تحبها؟ والله برجر. ماني مسوي رجيم. عشان كذي. شيكين ربعي. البر واليتي. السباقات بعد شيء ما عندنا سباق. رمضان ان شاء الله. اي ان شاء الله. رفيج انت ربعي. اخضر انت. عاد صدق انت يعني حتى الباقي صدق، بس هالمره من قلب انت تقصد يعني. كم سباق للحين انت شاركت فيه ابو طارق؟ شاركت ب5. هذا الموسم بس. هذا الموسم ما شاء الله. اختربوا طبعا سباقات تايم اتاك ولا سباقات؟ سباقات بشكل عام. لا اكثر وايد. خليك من الاوبن تراك، انا اتكلم سباق اما ال2K او سباقات التايم اتاك والشوت اوتس اللي قاعد توصل. اوفرول ولا بس الموسم؟ بس هذا الموسم شاركت 7 والثامن اسبوعين تقريبا، ما عديتهم تقريبا 7. حلو. بين السباقات مو بس هالموسم، السباقات بشكل عام، هل في سباق كذي له ذكرى خاصه وياك؟ والله سباقات 2K جميله جدا، خاصه عندنا اخونا اسمه احمد الغانم. ما شاء الله عليه مكتسح. واحد من ضيوفنا ان شاء الله. ما شاء الله لازم ضروري جدا. وعندك السعيد بالهوندا الحمراء. انا اتمنى يكون الناس تطالع وتشوف وتتابع سباق 2K، جدا ممتع. انزين سولف لي شوي كذي على السريع على سيارتك اللي بتدش فيها الحلبه والتعديلات اللي عليها. اي سياره؟ الكورفت ولا التوتا؟ لا الكورفت طبعا، عشان تكونون بالصوره، بس ماكو واحد راح تسالونه عن تعديلات سيارته راح يجاوبك كل التعديلات اللي قايلها. تفضل. لا تضحك لانك تدري انه صح. هو ستوك. اي هذه الجمله كلنا سمعناها. والله شوف، لاني انا مجهز سيارات من قبل، فانا ادري شنو احتاج. حلو. فرحت على طول
عشان اسوي سياره جاهزه حق حلبة. ما يحتاج تسوي الريسيرش مالك، عارف. لا سويت الريسيرش مالي حق القطع اللي احتاجها. حلو. يعني ما سويت شيء انا ما احتاجه. غيرت الهيئات اللي تحت، البوشات حطيت حديد، الماكينه خليتها اقوى. اقوى التحمل مو اقوى سرعه. انا سيارتي بطيئه ما تمشي. صدق. حلو. صدق ما تمشي. زين. ايرودايناميك، بس الكورفت في مشاكل وايد دائما ليكات وكذي، فراح اطول وايد على ما توصل حق البيرفكت كونديشن. اوكي تمام. انزين ابو طارق، لما نسولف حلبه وشارع وحلبه وسياره سبورت وسياره عاديه ومريحه هالامور هذه كلها، انا يوصلني سؤال يا اخي يستفزني لان ما اعرف اجاوبه. شنو؟ او لما تجاوبه لازم تكون عارف الشخص اللي قدامك عشان تعطيه اجابه صحيحه. هذه السياره تنفع استخدام يومي ولا لا؟ شلون اجاوبك؟ يعني اكو ناس تسوق السيارات اللي وايد يابسه، وايد ما فيها عزل، وايد مزعجه كاستخدام يومي، نفس الديفندر مثلا القديم. صحيح. الديفندر القديم انا لو تعطيني اياه انا احب السياره واعشقها وممكن امتلك واحده، بس ما اسوقها كل يوم. شوف ساعدني. كون انا وياك في مجال السيارات دائما الناس تسالنا ايش رايك؟ صحيح. تسالنا اسئله غريبه. اي احسن مكان يغيم. انا دائما اجاوبهم. انا بالبيت عندي اكثر من شركه. اي بالضبط. زين. السؤال الاجابه النموذجيه انت شو تحب؟ هذه قاعد اقول لك لازم تعرف الشخص. انت قول له انت شو تحب. اذا جاوبك هو شيء يحب على اساسه توجهه. يعني واحد يقول انا احب اسوق سياره اجريسيف ممتعه، اشتري السياره الفلانيه الفلانيه. عرفت شلون؟ انا ابي شيء يوديني ويجيب مكيف بارد. اوكي فخلاص تعرف وين. اي بالضبط. اي زين. قبل لا نختم قوم وياي، ابي اوريك واحده من السيارات الات 6 جي تي، نسولف عنها على السريع ونختم. يلا فوق. في نهايه كل حلقه راح نسولف عن واحده من سيارات جي دبليو ام او ماكفم، شركه اولاد علي الغانم. السياره اللي معنا اليوم الهافال ات 6 جي تي. ابو طارق مساع انت طليت لك طلع على السياره. اي خلينا تور. خذينا تور سريع على السياره. الحلو بالموضوع ان قد نتكلم عن الماكينه اول شيء، بعدين نسولف عن المواصفات اللي من داخل. الحلو بالموضوع ان السيارات الجديده بالمكاين الصغيره قاعد تطلع قوه وايد حلوه. يعني هذه ماكينه 4 سلندر 2.0 ولكن فيها 201 حصان 325 نيوتن متر. فالسياره شايله عمرها. الحلو في الهافال ات 6 جي تي ان عليها سيستم اكزوز. تمام. انت مساعد دقيتها سلف وسمعتنا الصوت. ايش رايك نفتح الماكينه نطالعها؟ نفتح الماكينه. ليش ما نفتح؟ اي وايد احلى. خلينا نشوف الماكينه. شوف مرتبه. شوف الماكينه هني مكانها صاير فوق التاير الامامي، يعني حجمها جدا صغير لكن باورها وايد عالي. ممتاز. قلت كم حصان قلت لي؟ 201 حصان و325 نيوتن. ممتاز. ولا اتوقع اللي شايلها زياده غيرها. سلام. بس خلاص استرسل بالسوالف. غيرها 7 غيار. صحيح. اي توني سالته. اي فلان غيرها 7 غيار فراح تشوف عزم كل غيار. هذا المفيد، هذا اللي يخلي يساعد الماكينه تصير قويه بعد. شعورك راح يصير تحس سياره سريعه. وغير هذا سالفه الحنه ما راح تحن السياره. بالضبط. اي وتوفر بنزين للماكينه صغيره. سلام. اوفرول سياره زينه. عيل سمعنا صوتها. هذا خش صوته. اي سمعنا صوتها. هذه كانت ختام حلقتنا لليوم من برنامج حكاوي رمضان مع جي دبليو ام، وما خلصنا. هذه اول حكايه كانت مع ابو طارق. مشكور. يعطيك العافيه وعسى الله يوفقكم. الله يطول لي عمرك. وشكرا لكم ما قصرتوا. مشكور ويعطيك الف عافيه. ساعه مباركه. ساعتك. سلمك. تسلم.